عليكم كي دايرين بخير اموركم هانيه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف والاحوال وبصحه جيده يا رب العالمين. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما كتشوفوا هذه الفاصوليا اليابسه قد البرد الناس كيديروها في هذه وقت الشتاء، راه كيديروا هذا القطاني، هي من القطاني. واليوم غندير معكم اللوبيا البيضاء، فاصوليا البيضاء مع الدجاج. ايوا نمشيو ان شاء الله المقادير، ما تمشيو فين. هذه هي المقادير ديال وصفة اليوم. عندنا هنا واحد 250 غرام ديال اللوبيا البيضاء، غسلناها مزيان. غنوريكم واحد الطريقه كيفاش طيب لكم بلا ما ترقدوها. خدينا واحد الطنجره الضغط، انا درت على حساب الافراد الاسره، يعني اللي بغى يزيد يضاعف. غادي درتها في الماء ديال الصنبور، ما درت معاه لا ملح لا والو، غسلتها مزيان. وهذا الماء غادي نسدو على الطنجره الضغط. انا سديت على الطنجره الضغط، غادي نمشي نحطها فوق البوطه، غندير لها يعني النار مجهده، ومين غتبدا تصفر الصفاره غادي نطفي عليها. هاد الطريقه دغيا كطيب لكم اللوبيا. غسلوها مزيان، ديروها في الطنجره الضغط فيها شويه يعني الماء مزيان، يعني ماشي تقلوش الماء. سدوا عليها في الطنجره الضغط، حطوها على النار مجهده يعني النار قويه، غير تبدا تصفر الصفاره طفيو على النار، يعني طفيو على العافيه وخلوها حتى نوجدوا لاصوص ديالنا اللي غطرا. درنا اللوبيا ديالنا في الطنجره الضغط، رجعنا للمقادير لاصوص اللي غنرافقوها. حنا غنديروا اللوبيا اليوم بالدجاج، خدينا واحد 2 طروفه ديال الدجاج على حساب افراد الاسره كما قلت. غادي نشحر معنا في واحد الطنجره، ومين غادي نحل على ديك واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع ولا كاع ساعه، نتوما على حساب الوقت ديالكم. ديك اللوبيا غادي نزيد عليها هاد الاضافات على الماء اللي حطيت فيه اللوبيا. الناس اللي كضرهم اللوبيا في القولون هذاك الماء يحيدوه ويديروا ماء جديد. اللي ما تضرهمش اللوبيا يخلوه. غادي ناخذ الدجاج، عندي هنايا توابل، ملح عندي ملح، ابزار، فلفل، كركم، زنجبيل، كمون، فلفل حلو وكزبره يابسه نديرهم هنايا. عندي هنا كزبره وبقدونس كانوا في المجمد. الطماطم اللي صبرت معاكم هذا هو اللي شاط منها حتى هو غنديروه. عندي الثوم، اللوبيا راه تتبغي الثوم. وعندي بصله مشلطه محكوكه. وعندي زيت الزيتون، انا تندير زيت الزيتون. نتوما اللي ما عندوش زيت الزيتون يدير زيت الطبيعي العادي ديال الطبخ. هاهما غنديهم يتشحروا هنايا، ومني نحل على الكوكوط نرجع نكمل معكم. هي الكوكوط درت فيها اللوبيا. هنا غادي نشحر الدجاج مع الطريه البسماء والتوابل والبصل والطماطم. نزيد واحد كاس تاع الماء، نزيد واحد شويه الماء باش ما تحرقش ليا التوابل. وغادي نسد عليها حتى تشحر ونرجع لكم. نتوما كي قلت لكم غير تبدا تدور الصفاره غادي ان شاء الله نطفيو عليها. دابا غادي نطفي عليها، دابا غنخليها واحد الساعه ولا ساعه الا ربع ولا نص ساعه على حساب الوقت ديالكم. وغتلقاوها زبده وغنديروها ان شاء الله مع هاد
لاصوص اللي درنا مع الدجاج غادي نزيدوها عليها، وغنتلاقاو معكم ملي تكمل اللوبيا تطرقع. هي اللوبيا ديالنا دازت عليها ساعه تقريبا. ها هي هانتوما، انا ما طيبتها ما والو. ها يلا دابا غندير فيها لاصوص. ندير واحد 2 ريوس تاع الفلفله حاره، وغادي نسد عليها وغنرجع لكم ملي غادي طيب اللوبيا ديالي. وها الوصفه ديال اللوبيا ديالنا كملات وجدات خدامه معاكم. كنتمنى تعجبكم، راه اكله شتويه ديال فصل الشتاء. وكنتمنى تعجبكم الوصفه. قدرتها مع الخبز المحراج ديال الشعير، كيتجي لذيذه مع الخبز ديال الشعير. ايوا ها هي الاكله ديالنا، كنتمنى تروق ليكم وتعجبكم، وما تنساونيش من واحد اللايك والبارطاج وتفعيل الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.